السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بيكم في حكاية جديدة من بودكاست حكايات مبرمج. حكايتنا النهاردة هتكون مختلفة شوية، وده لأنها هتكون بتتكلم عن تجربة شخصية وبالأخص عن بداية رحلتي مع بوكينج، وإزاي رفضت الأوفر بتاعها وإزاي بعدها اشتغلت فيها. فالحكاية بدأت لما أخويا نزل أجازة لمصر، وأنا وقتها كنت مازلت شغال في أورنج، وكنت بفكر بعد ما قعدت سنة فيها إني أدور على فرصة تانية عشان أطور من نفسي. وده لإن كان المكان اللي أنا كنت شغال فيه أو معظم شغلي كان فيه كان operational، ونسبة قليلة جدًا منه كان development، فكنت حاسس نوعًا ما إن مش هو ده اللي حابب أكمّل فيه شغل وإن يكون ده روتين يومي الطبيعي. وطبعًا القرار اللي خدته بعد تفكير طويل كان الفيصل إني مش هابلّغ المدير بأي حاجة إلا لمّا ألاقي فرصة كويسة وأكون اتقبلت فيها، وعشان ما أكونش وقّفت فرصة شغل already معايا. وبالمناسبة لمّا بافتكر دلوقتي ذكرياتي في أورنج، باحمد ربنا كتير جدًا إن أنا اشتغلت فيها، وإني اتعرّضت للنوع ده من الشغل، وده لإنه بصراحة طوّر فيّا في حاجات أنا ما كنتش هاكون مُلِم بيها ولا أعرفها في وقتي الحالي إلا من خلالهم. وكان على قد ما الشغل مش مستهويني في البداية، إلا إني طلعت منه بكمية فوايد technical غير طبيعية. بس خلّونا دلوقتي نskip الكلام في أورنج، لإنه ممكن يكون ليه حلقة تانية خاصة بيه، خصوصًا إن أنا كنت شغّال فيها data engineer وده بداية حُبّي للdistributed systems. وبالمناسبة ده كان بداية قرايتي لكتاب data intensive application، والكلام ده كان تقريبًا سنة 2020، 2021. وبناءً عن تجربة شخصية ما انصحش أي حد مبتدئ إنه يقرا كتاب data intensive application لو حابب يتعلم عن الdistributed systems، لإنه هيكون فيه مفاهيم صعبة جدًا، ومش بعيد الكتاب يكون منفّر بالنسبة له للقراية في الكتب التقنية عامةً بعد كده. المهم وقتها إن أخويا الله يبارك له قال لي في فرصة شغل في بوكينج في team يعرفه وإن في open position، ما تجيب لي الCV بتاعك كده وأعمل لك referral. فأنا وقتها قُلت له: "لا، لا يا عم بوكينج إيه دلوقتي بس، أنا مش مستعد خالص للموضوع ده، وبعدين أنا لسه معييش غير سَنة خبرة بس يعني يا دوب، والإنترفيوهات في الشركات الكبيرة زي ما أنت عارف محتاجة تجهيز قبلها بفترة طويلة، وأنا مش مستعد إطلاقًا للموضوع دلوقتي." فقال لي بكل بساطة: "ومين قال لك إن أنا باقول لك قدّم عشان تتقبل؟ أنا عاوزك تدخل الinterview عشان تشوف نظام الإنترفيوهات بيكون عامل إزاي برّه، وتتعلم منه وتعرف إيه الحاجات اللي محتاج إنك تطوّر فيها من نفسك، فادخل الinterview عشان تعرف إيه اللي بيحصل في الشركات دي، والإنترفيوهات بتاعتها بتكون عاملة إزاي." المهم أنا طوعت كلام أخويا واديته الCV بتاعي، وعمل لي referral، ويشاء المولى عز وجل إن الCV يعدّي من الfiltration ويتحدد لي ميعاد أول interview من ال4 انترفيوهات اللي هييجوا معانا دلوقتي. كان وقتها فترة الكورونا، ولسه كان الانترفيوهات كلّها أونلاين مش on site. وأول انترفيو اتحدد ليّا كان انترفيو HR، وكان المفترض إن الHR بتشوف الCV بتاعك بيماتش الوظيفة اللي أنت مقدّم عليها والّا لأ، عن طريق إنها بتسألك شوية أسئلة وتشوف خبرتك العملية، بحيث تشوف هل أنت شخص كاتب الCV ده كده وخلاص، والّا بالفعل واضح من كلامك وأجوبتك إنك مؤهل للوظيفة دي. ونسيت هنا أعقّب عن حاجة مهمة، ألا وهي إن الوظيفة في الأساس كانت محتاجة اللي يقدّم عليها يكون حد عنده أكتر من 3 سنين خبرة، وأنا ما كنتش لسه كمّلت يا دوب سَنة و3 شهور بالضبط شغل total في الشركات على أرض الواقع. فكان لابد إني أحاول أبيّن قد إيه أنا كنت شغّال أثناء فترة الكلية، وعندي خبرة عملية إزاي، وأي مشروع كنت شغّال عليه مع نفسي كبير وخلّصته كنت باحاول إني أذكره وأقول اشتغلت فيه إزاي وكده. وعشان كده دايمًا بانصح الشباب اللي عاوزة تبني خبرة قبل التخرُّج إنها تعمل مشاريع مع نفسها كبيرة وتحطها في الCV وتبدأ تسوّق لنفسها، خصوصًا لو في ناس لم يوفّقوا بإن هم يحصلوا على فرصة تدريب أو internship فترة الأجازة. فالHR وقتها سألتني سؤال واضح أثناء الinterview، وهو عرّف نفسك وكلّمني عن خبرتك. وأنا لسه يا دوب بابدأ أعرّف بنفسي وبابدأ أزوّق بقى في الكلام، وأنا حلمي كذا وشغفي كذا وbooking مش عارف إيه وبلا، بلا، بلا، بلا. قامت فجأة موقّفاني وقالت لي: "أنا آسفة، أنا محتاج أعرف خبرتك أنت عاملة إزاي." وقتها لا أخفيكم القول إن أنا اتوترت جدًا وبدأت ألقلق في الكلام، بس يعني الحمد لله بلطف ربنا الواحد قدر إن هو يتماسك نفسه ويخوض أول تجربة interview كاملة بالإنجليزي ويعدّي منها على خير. وفي آخر الinterview قالت لي إن المفترض هيتبعت لي إيميل هيكون فيه باقي تفاصيل الprocess، والحمد لله ده ادّاني مؤشر إني عدّيت من الinterview ده على خير. تاني interview كان coding interview، وده للي ما يعرفش بيكون قصادك مسألة بتحلها وبتعتمد على problem solving، والinterview ده غالبًا بيكون قدامك 2 بيعملوا لك الinterview، ومفترض إنك في خلال 45 دقيقة توصل لحل شامل، زائد توصّل للي بيعمل لك الinterview أنت بتفكر إزاي، وتفهمهم هتعمل إيه، وطريقة الحل عشان يفهموا دماغك. ومن أول المرحلة دي في الانترفيوهات الموضوع كان صعب شوية، وده لأن اللي جرب البروبلم سولفنج وقدم في شركات كبيرة بره عارف قد إيه البروسيس دي بتكون سخيفة شوية، في إنك بقى محتاج تبراكتس كتير على مواضيع متنوعة وتحل مسائل مختلفة وتشوف الباترنز اللي موجودة وتحل عليهم. وعشان دي كانت أول تجربة ليا الموضوع كمان كان أصعب كتير. ده بالإضافة إن كان قدامي أسبوعين بس إن أنا أجهز بجانب شغلي في أورنج وبجانب شغلي كبارت تايم از جرافيك ديزاينر، فكنت باضطر إن أنا أسهر وما انامش عشان أحل كتير وأشوف topics جديدة عشان الinterview ده.
وما كنتش بصراحة واثق بمليم إن أنا هاعدّي من الinterview ده إطلاقًا، ويشاء ربنا عز وجل إني أتسأل في سؤال ليه علاقة بالجراف، وبالصدفة البحتة كنت لسه متعلّمه جديد وحاضر في ذهني، وحالل أغلب المسائل اللي موجودة في Algo Expert وقتها، لإنه كان الsource الوحيد اللي قدّامي إن أنا أقدر أنجز من خلاله في الفترة المضغوطة دي، والمسألة رغم إني عارف هتتحل إزاي والtopic حاضر في ذهني، ولكن حماقة التسرع كان ليها رَد تاني. فبدل ما أحل المسألة مثلًا بالBFS وكانت هتجيب الحل بسرعة جدًا وإنه يكون optimized، ما أعرفش إيه حصل لي وقتها خلّاني ما أفكّرش في أي حاجة إطلاقًا غير الDFS، وكإني ما أعرفش يعني إيه أصلًا BFS، واللي ما يعرفش الDFS والBFS هي searching algorithms بتُستعمل في الgraphs. فالمهم إن في الآخر المسألة اتحلّت بتعقيد الDFS اللي أنا عملته وشوية الad hocs الإضافية اللي طبعًا ما كانش ليهم أي لازمة لو كنا لجأنا من البداية للBFS. ولكن فضل وكرم ربنا بيدقوا الباب مرة تانية واكتشفت إني عديت الانترفيو سبحان الله، ودلوقتي هنروح لتالت انترفيو وهو السيستم ديزاين، واللي بالتأكيد أنا وقفت فترة أحاول بس أفهم يعني أنا هيكون مطلوب مني إيه في الانترفيو وبرضه ما فهمتش. ولكن خلونا نوضح برضه إن دي مهارة المفترض إنك بتكتسبها من خبراتك العملية في بناء الأنظمة البرمجية، وإنك تكون اتعرضت لمشاكل فاكتسبت خبرة تقدر من خلالها بقى لو قابلت نظام جديد عاوز تعمله تكون قادر على اختيار مناسب للتصميم ده. ولكن أغلب الsystem design interviews حاليًا بتركّز على مهارات في الأساسيات مرتبطة أغلبها بالdistributed systems اللي هي النظم الموزعة، وطبعًا أنا ما كنتش أعرف أي حاجة عن الtopic ده، فرجعت تاني أسهر واضغط نفسي مع الشغل واشتركت في كورس عشان أشوف محتوى قوي يأهّلني إن أعرف أرُد في الinterview وأقول أي حاجة حتى وأقول مصطلحات تبيّن إن أنا فاهم في الموضوع ده. فالحمد لله كان قدّامي أسبوعين قدرت ألِم فيهم قدر كبير من المواضيع من خلال قراية بعض المقالات وفيديوهات على اليوتيوب والكورس اللي أنا شُفته، وييجي فضل ربنا وكرمه مرّة تانية عشان يدق الباب وتلاقيك عدّيت الinterview بنجاح، ووصلت لآخر interview ألا وهو الbehavioral interview والculture fit، ودول كانوا زي 2 في 1 زي الكومبو. وهدف الinterview ده كان إنه يعرف بناءً على كلامك أنت شخص مؤهل للشغل في الشركة والمكان ده، والّا شخصيتك مش مناسبة ومش هتتأقلم، بالإضافة لإنه بيسألك شوية أسئلة خاصة بالbusiness عشان يفهم ويشوف القيم اللي عندك متماشية مع القيم بتاعة الشركة والّا لأ. وبالمناسبة كان اللي عمل لي الcoding interview وقتها هو الengineering manager بتاعي، واللي عمل لي الculture fit والbehavioral كان الsenior engineering manager. المهم إن بعد الprocess الجميلة دي في booking وبعد ضغط نفسي رهيب كانت تجربة مثمرة، اتعلمت منها حاجات كتير جدًا، وكنت متأكد إن تجربة التقديم في شركات كبيرة دي تجربة مش سهلة ومش يسيرة أبدًا ومرهقة نفسيًا، خصوصًا إنك لو اترفضت ما بتعرفش تقدم في الشركة دي تاني إلا بعد 6 شهور. وحابب هنا إني ألفت النظر لنقطة مهمة، ألا وهي إيه بقى؟ في ناس كتير جدًا بتقدّم وبتكون مؤهلة وكويسة، بس مش بيوفّقوا في الإنترفيوهات، وده لإن عادي جدًا ربنا يكون رايد لهم الخير في حاجة تانية، أو في مرّة تانية على سبيل المثال، ما حدش بيكون عارف دايمًا الخير فين، هو مش ممكن تتقبل في الشركة ويحصل لك lay off بعدها على سبيل المثال، فالموضوع كلّه هو رزق من ربنا أولًا وآخرًا، فمهما كنت شاطر وبتسعى ده هيفضل رزق وكرم من ربنا عاينه ليك ومكتوب ليك في وقت محدد، فإحنا علينا إننا نسعى جاهدين والرزق والنتيجة دول بإيد ربنا سبحانه وتعالى، وإحنا حرفيًا متغرقين في فضل وكرم ونعم من ربنا، ولازم نكون مستشعرين ده حوالينا. ومعظم الناس على فكرة اللي بتكون مستشعرة الموضوع ده وحاساه من جواهم، بيكون عندهم حُسن ظن قوي بالله، وهو ده اللي بيكون مطلوب، فبالتالي ما بيقعوش بسهولة، ولو وقعوا بيقوموا من تاني ويكمّلوا معافرة عادي جدًا. فإنك تكون راضي برزق ربنا ليك وبتحسن الظن بالله، ده من أكتر الحاجات المُريحة نفسيًا اللي هتلاقيها في الدنيا. خلّونا نكمّل بعد رحلة انترفيوهات booking الجميلة دي ومرحلة نفسية صعبة استمرينا فيها شهرين، وقبل سفر أخويا لهولندا بيوم واحد وتجهيزه للشنط، جالي تليفون من برّه وكان الHR ولقيته بيقول لي في بداية المكالمة بعد ما اتأكد إن أنا محمود: "أنا مش عارف أقول لك إيه في الموقف ده، بس إحنا متأسفين جدًا." فأنا وقتها اتلجلجت كده وقُلت له: "ما فيش مشكلة، قُل عادي." ونبرة صوتي بقى طبعًا كلّها حزن على التعب اللي راح في الشهرين دول والضغط النفسي اللي كنت فيه، فلقيته بيكمّل كلامه ويقول: "إحنا آسفين إنّك هتضطر تسيب بلدك وتيجي هنا هولندا وتjoin us." واللي هو لسان حالي وقتها حرفيًا: "يا أخي روح الله يوقّع قلبك." وقتها الفرحة عشان أكون صريح معاكم ما بقِتش سايعاني، وكنت أهبل أوي وطاير من الفرحة، فشكرت الراجل وقال لي إنه هيبعت لي الoffer وإني قدّامي 3 أيام بس عشان أرُد بالموافقة أو بالرفض، والدنيا عدّت على خير الحمد لله، وقعدت أحمد ربنا وأشكره كتير. وطبعًا استنيتهم في البيت لإن هُم كانوا برّه بيخلّصوا وبيجيبوا شوية حاجات لأخويا، عشان خلاص بيستعد للسفر تاني يوم، وعشان أفرّحهم بإني اتقبلت بقى في booking وخلاص ربنا كرمني بقى وهابدأ رحلة مختلفة وجديدة من نوعها. ولكن للأسف أنا أُصبت وقتها بخيبة أمل عمرها ما حصلت لي قبل كده تقريبًا في حياتي. ليه بقى؟ وده لإن والدي ووالدتي وأخويا
شايفين إن ده كلّه من الأول لو تفتكروا كان هدفه إن أنا أخوض التجربة وأتعلّم منها، مش عشان إن أنا أسافر خلاص وهاتقبل وهاشتغل هناك، وده بكل بساطة لإن أخويا لمّا يسافر والدي ووالدتي مين هيفضل معاهم؟ مين هيكون معاهم ويرعاهم وأنا الوحيد اللي موجود بعد أخويا؟ فلكم أن تتخيلوا بقى قد إيه الموضوع كان صدمة بالنسبة لهم طبعًا قبلي، اللي هو أنت بتهزر إحنا ما اتفقناش على كده. ولكم أن تتخيلوا أنت كشاب طموحك كان في البداية إنك بقى تشتغل في أكبر شركات في العالم والفانج وبلا بلا بلا، لأن ده اللي كان متسوق لك وقتها ولأن ده مجالك وحابب تبقى أكبر حاجة فيه ومش عارف إيه، وبين كثرة الطموح لما تكون بتقرب من السلم خلاص وتلاقي إن تجربة السفر أصلا كلها على بعضها مش هتبقى متاحة ليك عشان أنت حاليا مسؤول تفضل جنب أهلك. فحقيقي الواحد كان في صراع نفسي شديد وعمري ما أظن إني اتحطيت في موقف مشابه لده قبل كده في حياتي. موقف بين بكائهم في البيت ولأول مرّة تشوفهم بعينيك بيبكوا بدموع، ووالدتي وهي بتقول لي: "يا ابني هتسيبونا لمين بعد كده؟ يا ابني خلّيك هنا وسطنا وربنا هيرزقك وهيبارك لك والله." صراع نفسي بين بكاء والدك وهو من جوّاه عارف إنه واقف قدّام طريقك وحلمك لإنه مش عاوز غير إنه يشوفك أسعد وأحسن حد في الدنيا. صراع بين أخوك وكلامه وهو بيقول لك الشغل برّه مش زي ما أنت فاكر، الشغل برّه هتاخد منه راحة نفسية جوّه الشغل، ولكن مش بالضرورة تستفاد أوي زي ما أنت متخيل. لازم تتكحرت في الشغل في شركات صغيرة الأول وتبني نفسك واحدة واحدة، لأن الشغل في الشركات الكبيرة ده بيكون هدفه الاستقرار، ولإنك بتشتغل already في شركة كبيرة مستقرة، بالإضافة لإن المعيشة برّه بتكون غالية، فلو هدفك إنك تبني نفسك فيُفضّل من البداية تارجت حاجة في الخليج. وتاني يوم الصبح قبل ما أخويا يسافر، والدي قال لي: "بُص يا ابني اعمل اللي أنت عايزه، أنا مش هاقف عقبة في طريقك ولا حلمك." فقُلت له: "ده هي بس سنة سيبني أروح أجرّب واكتسب خبرة ويبقى اسمي اشتغلت في booking واحطها في الCV." وأخويا وقتها بيقول لي: "طبعًا كان غيرك أشطر، السنة دي هتبقى 3 وال3 هيبقوا 5 و5 مش هترجع تاني." فكان في صراع نفسي انتهى إني ما بقيتش حرفيًا قادر، لدرجة إن ما فيش ذرة واحدة فيّا قادرة إنها تفكّر في عواقب الأمور للحظة واحدة، وخدت قرار نابع من جوايا وقتها بنسبة 100% إن زي ما ربنا كرمني ورزقني بده، قادر إنه يرزقني بغيره. وأنا من جوايا زعلان جدًا، بس عارف إن رضا الأهل أهم من أي حاجة في الدنيا. ودخلت أنام بعد ما أخويا سافر، وبعتّ إيميل للشركة بإني باتأسف إن أنا بارفض الoffer بتاعهم، وإن دي كانت تجربة أضافت لي كتير واستفدت منها، وطبعًا ما عرّفتش الكلام ده لأي حد وقتها. ولمّا صحيت من النوم وكنت باجهز ونازل عشان بقى أفُك عن نفسي بعد اللي حصل، وبعتّ رسالة لأخويا وقتها إن خلاص رفضت الoffer، وهو بقى بيواسيني ويقول لي: "ما تقلقش والله السفر برّه والله زي ما أنت متخيّل، وإن اللي بيسافر برّه بيكون عشان يا الفلوس يا الاستقرار، فأنت لو عاوز الفلوس شوف لك حاجة في دبي هتكون أفضل بكتير، إنّما هنا مش هتاخد فلوس ولا هتاخد خبرة زي ما أنت متوقع." وبالمناسبة كلامه كان صح جدًا على فكرة، لإن الموضوع بيعتمد على عوامل كتير جدًا من ضمنها الteam اللي هتشتغل فيه ومسؤولياتكم هتكون إيه، فممكن تكون شغال في شركة كبيرة، بس الاستفادة اللي هتاخدها من شركة أصغر أكبر بكتير لإنك هتحتك بمشاكل أكبر. فالمهم لمّا صحيت لقيت والدي بيحضني وبيقول لي: "أنا فكّرت أنا ووالدتك ولقينا إن ما فيش مشكلة إنك تسافر وهو زي ما بتقول هتوعدني إنك ما تطوّلش." فقُلت له: "بس أنا خلاص بعتّ لهم إن أنا رفضت الoffer." فوقتها والدي ووالدتي أُذهلوا وصُعقوا تمامًا باللي أنا عملته، وغضبوا منّي جدًا وعنّفوني إنّي اتصرّفت بالشكل ده من دماغي من غير ما أقول لهم أي حاجة، بس بيني وبينكم والدتي كان باين في عينيها الفرحة وقعدت تقول لي: "والله يا ابني عشان أنت عملت كده ربنا هيرزقك وهيبارك لك." ووالدي على النقيض زعل جدًا وحس إنه بقى عقبة في طريقي وقال لي: "طب لو جات لك فرصة إنّك تشتغل في الشركات اللي بتحلم بيها، هتسافر والّا لأ؟" قُلت له: "لأ طبعًا لإن مبدأ واحد وأنا راضي ومقتنع بده والله." فالمهم يشاء القدر وأنا برّه ما كانش معايا أي شبكة والتليفون فصل منّي في الآخر، وجيت واكتشفت إن الHR اتصل بيّا وأنا برّه من هولندا، فوالدي قال لي: "ما ينفعش يا ابني تبعت لهم تاني إنّك موافق على الoffer." قُلت له: "إزاي يعني دي شركة كبيرة، هو أنا هاقول لهم لأ وبعدين أقول لهم آه؟ أكيد طبعًا ما ينفعش، وكمان طبعًا شركة بالحجم ده كده أنا هاكون باهزر معاهم." وقعد يتحايل عليّا إن أنا أحاول وإني أقول لهم في الmail إن أنا اضطريت أرفض الoffer عشان هو عيّان، وهو بالفعل كان وقتها عيّان، وبعد مناقش وبعد مناقشات استمرت طول الليل، وبعد ما لقيته بيقول لي لو أنت وبعد ما لقيته وبعد مناقشات استمرت لطول الليل، وبعد ما لقيته بيقول لي: "لو أنت ما بعتّلهمش أنا هافضل طول حياتي فخور بيك يا ابني، ولكن مش هتخلّيني أعرف أنام كل يوم من كتر تأنيب الضمير اللي هاحسّه وإن أنا كنت عقبة في حياتك." بعتّ الmail عشان أرضي بابا. وسبحان الله القادر على كل شيء،
ييجي لي تليفون تاني يوم الصبح من الHR يقول لي فيه أنا حاولت أوصل لك امبارح بس أنت ما ردّيتش، وأتمنى يكون والدك دلوقتي بخير، أنا بس كنت مستغرب إزاي حد ييجي له فرصة إنه يشتغل في Booking ويرفضها كده، وأنت كنت متحمس في الأول، فكنت عاوز أفهم سبب الرفض، خصوصًا إن أغلب الoffers بتاعتنا مش بتترفض. وقال لي إنه عمره ما عمل ده قبل كده مع حد، بس هو استغرب لإنه حس بلهفتي في المكالمة لمّا قال لي الoffer، فإذًا في حاجة مش طبيعية حصلت. فقُلت له الصراحة إن والدي تعبان وإن أنا الوحيد اللي قاعد معاهم وما كانش ينفع أسيبهم وأخويا كان لسه مسافر وما إلى ذلك. فيقوم بتاع الHR يعمل إيه بقى؟ هنا نشوف فضل وكرم ربنا لعاشر مرّة تقريبًا في خلال الprocess دي، وإن دايمًا صدق نواياك دايمًا هيكون المفتاح لحاجات كتير. الHR قال لي: "تعرف عشان موقفك ده أنا الrelocation package اللي بتكون متخصصة إنك تستلمها وتقدر تعيش بيها لمّا تسافر هناك والشركة بتكون بتدّيها لك عشان تصرف بيها على نفسك في أول الفترة، بدل ما هتكون X هاخلّيها لك 3X في الoffer بتاعك، وكأنك جاي متجوّز وجاي مع زوجتك عشان موقفك النبيل ده." وطبعًا اللي هيسمع الحكاية هيفتكرها فعلًا هي حكاية وقصة وما إلى ذلك، ولكن سبحان الله وإذا قضى أمرًا فإنما يقول له كن فيكون. حابب أنهي الحكاية الجميلة دي بنصيحة باحب أقولها دايمًا وأعيدها للناس، وهي إنك ما تقارنش نفسك بغيرك، حتى لو كان غيرك سابقك في المجال أو سابقك في حاجات تانية كتير في حياتك، لإن أنت بكل بساطة لا عِشت ولا اتربيت في الظروف والبيئة اللي هو عاشها، ولإن المقارنة دايمًا نتيجتها هتكون إنك بتنقم تجاه حالك وبتنقم على حياتك، اللي سبحان الله بتخلّيك تنسى أصلًا فضل ربنا عليك ونعمه عليك. وأنا عن نفسي كان دايمًا زمايلي في القسم سابقينّي في المجال بكتير أوي، بس أنا حاليًا راضي عن فترة الكلية تمامًا إنها ساعدت في تكوين شخصيتي وخلّتني بالشكل اللي أنا عليه دلوقتي، ولولا النشاط الطلابي ولولا حاجات تانية كتير ما كنتش هابقى محمود دلوقتي. فأنا مبسوط برحلتي في الكلية وتأخُّري عن زمايلي في المجال، لإنها على الجانب التاني نمِّت شخصيتي ونمِّت مهارات كتيرة عندي بجانب مهارات الsoft skills زي الcommunication skills والleadership skills. وبالمناسبة اللي غيرك هيعمله في سَنة، أنت ممكن برضه توصل له عادي جدًا بعد سنتين و3 ما فيش مشكلة. المهم إنك كده هتوصل للآخر، ولكن كل واحد بيكون عنده أولويات وطعم للحياة مختلف عن التاني، فمش لازم تقارن نَفْسك بحد. أنا ما كنتش حابب أبدأ البودكاست بحكاية شخصية، ولكن لا أخفيكم القول إن كذا حد أكتر من مرّة سألني عن إزاي اشتغلت في Booking، ولإني مؤخرًا بقيت باشوف ناس متضايقة شوية من إن بييجي لها rejections mail كتير، وفي ناس بتتكلم عن إن شطارتك هي اللي بتشغّلك، فحسيت إن أنا محتاج أبدأ بتذكرة لنفسي قبل أي حد بإن دايمًا رزقك هتاخده وربنا يعينه لك، والرزق بس مش مقتصر لا في الشغل ولا في الفلوس، ولكن ممكن يكون في صحة أو سعادة أو راحة بال أو محبة من اللي حواليك. فدايمًا خلّونا نصدق نوايانا في أي حاجة بنعملها عشان ربنا يبارك لنا كده فيها إن شاء الله. وفي الختام سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.